أيام السابقات لقد نلنا حصصا كثيرة غذائية وحربية، ولكننا لم نأخذ كفايتنا من الحصص الإنسانية، من حصص الكرامة البشرية. وأنا لنا اليوم أن نفيد وأن نستفسد وأن نكون مع المبدعين المبعدين عن أضواء المهرجانات الكاذبة، وأن نأتي به إلى هذا المكان المبارك، طالما أن إدارة هذا المكان قد استجابت لطلب اللجنة الإعلامية فيها. فأنا باسمكم أشكر إدارة هذا المكان، وأتمنى أن نتواصل أسبوعيا في احتفالنا الذي لا يمكن أن ينتهي، لأنه مبدعين أراء في كثرة عدد نجومه في السماء، لكن أنا لنا أن نمد أيدينا إلى السماء لنأخذ حصصنا الإبداعية التي هي موجودة الآن بيننا وستكون كذلك في الأسابيع القادمة. وشكرا والسلام عليكم. نذكر شيئا من الخطاب الشعبي المضمون بين الأوساط المخففة، وأعتقد أن ثمة عندي نصا شعريا شعبيا فيه بعض الشيء من تكنيك القصة. دقوا باب واحد غاب، ودقوا باب واحد والجرح ما طار، ودقوا باب واحد ظل جرح واستوحش المحراب، ودقوا بابي دقوا بابي دقوا بابي صرت تراب. معكم الأستاذ الشاعر الجميل والدافع أيضا الإفريد سمع. مرحبا أيها الأصدقاء، مرحبا أيها المثقفون البالغون الجيدون الطيبون العاملون من أجل المستقبل. فهد الأسدي صديق وزميل وإنسان أستطيع أن أقول أنه من أحد الذين ينتقون من بين مجموع الأدباء والمفكرين. فهد كتب عنه الكثير وكتب أيضا للكثيرين، كتب للمستقبل، كتب للأمس، وسيكتب للغد وسيظل يكتب، وهذا ما نتمناه من أعماق قلوبنا. وعرفته أيضا محاميا زميلا لي في المحاكم، وكان وفيا مخلصا في عمله ومع أصدقائه ومع موكليه. الذي أريد أن أنبه إليه، أولا أحيي هذا المنتدى وأدعو إلى المزيد من هذه الاجتماعات الثقافية الأدبية، لأننا بدون تجمعات وبدون لقاءات لا نستطيع أن نجد بعضنا، ولا نستطيع أن نتبادل أفكارنا، ولا نستطيع أن نفعل شيئا من أجل مجتمعنا وغدنا. ولذلك أحيي هذا المنتدى وأدعو كل الحركات الثقافية في كل المجالات أن تعمل وأن تجهد نفسها في هذا العمل، لأنه الأساس في تقدم مسيرتنا نحو المستقبل. الشيء الثاني الذي المهم هو تعميد وتمجيد الأدباء الذين حاولوا أن يغيروا أسماءهم. لقد حاول العهد المخلوع المزدري أن يهين الناس ويبعد الناس المبدعين الحقيقيين عن الساحة، إلا أنه لم يستطع ذلك، لأن الأصالة تظل هي الأصالة، وأن الناس المبدعين الحقيقيين الذين يقدمون خدمات لمجتمعهم يظلون كبارا في عيون الآخرين. وهذا ما يدعوهم إلى أن يقدموا مزيدا من العطاء، مزيدا من المحبة، مزيدا من الفرح لكل المجتمع. المهم أنا سعيد بأن أشارك في هذا الاحتفاء بصديقي وحبيبي فهد، وأشكركم لإتاحة هذه الفرصة، والسلام عليكم.
شنكيز إدماثور الأديب هو المرآة العاكسة لهموم شعب. فماذا يقول القاص المبدع عامر حمزة عن المبدع فهد الأسد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في زمن مضى ليس بالبعيد اختار الآخرون اللهاثي وراء الطاغية، فباعوا أولى مقومات أن تكون إنسانا صالحا وليس مثقفا، إلا وهو اتخاذ الموقف، فأشعلوا في قلوبنا نيران الخيبة. وعلى عكسهم تماما اختاروا الأسدية الصمتة لاعننا الضجيج ليذكي جمرة افتقادنا في زمن البلادة، وليعلم موقفه بهدوء مما أسهم في رحيل رياح غربتنا. فتحية له ومن أجلنا ابقى على قيد الحياة. واشكر. شهادة أخرى في رواية عراقي جميل وشاب على طول إن شاء الله. معكم الروائي ناظم العبيد. أعتذر للأسد على قصة كلمتي التي ارتجلتها، ولم أعد كلمة طويلة تليق بجهد الإبداع الكبير. الموهبة والبقاء الإنساني. بعد عقود الألم التي مر بها شعبنا وكل تلك الشعارات التي تساقطت، صارت الشخصية العراقية اليوم تبحث عن جوهرها المشتت، وتبدو لنا اليوم نحن الواقفون خلف حكمة الأحداث حقيقة تمنحنا الإيمان بالغد الآتي. إنها تلك المواهب والمساعي الإنسانية المتشبثة بأصالتها والمليئة بالحب والإبداع. إن رهاننا سيظل معلقا بالرجال الذين رسموا نقاء الكلمة وقدموا لأجيالنا نصوصهم العميقة، وهكذا تبقى ملامح الشعوب في قلوب المبدعين. فتحية لمبدعينا لأنهم حملوا إشراقات شخصيتنا وتاريخنا وحافظوا عليها من عبث المزيفين. ولن نبالغ في القول إن قصة لكاتب وعى آلام المرحلة أجدى علينا من كل تلك الأكاذيب. إن الأستاذ القاص فهد الأسدي كان أمينا على كلمته، وقد حفظ التاريخ والذاكرة له ذلك النقاء. فتحية له ولجيله ولإبداعه الأصيل، وشكرا. إنه توفيق التميم. السلام عليكم أيها الأخوة، والسلام الخاص للقاص والصديق والأستاذ فهد الأسدي. في نهاية الثمانينات وفي ذروة إنتاج وزارة الثقافة المقبورة التعبوي الحربي الذي أسهم فيه أدباء ثقافة العنف على حد تعبير أحد نقادنا، كان هناك ثمة أدب يمارس فضاءاته الإبداعية في سياقات مضادة ومخالفة لذلك المسار المفزي للأدب والثقافة العراقية. فكانت الحرب الهمجية الجنونية قد اصطحبت معها جوقة الطبالين والمزمرين الذين زمروا لمظالم السلطة وزوقوا لانتهاكاتها، ثم واصلوا مهمتهم المخزية في مماهاتها لمشروعها العدواني الذي أنتج مئات الآلاف من الضحايا الأبرياء وجيشا من الأرامل واليتامى. وتساقطت أسماء كبيرة كان لها المنجز الإبداع المشرف والسيرة الأدبية، وتهافتوا على الجوائز المغرية لرواية الأدب وقصة الحرب. وظهرت أسماء متخصصة في هذا المظهر الشاذ في مسيرة الإبداع العراقي. وفي ذروة هذه الأمم من الروايات والقصص التي كان يجمعها الكذب والتزييف والتزلف على مستوى الموضوع والإسفاف والانحدار الأدبي وتكلف الصنعة على مستوى الفن، ظلت أسماء لامعة
في تاريخ الثقافة العراقية رغم كل الضغوط التي تعرضت لها ورغم كل الإغراءات التي قدمت إليها، لأن مبدئيتها والتزامها بأخلاقيات الفن كان هو التعويل التي حصنتهما ضد هذا الزيف. وكان القاص والصديق فهد الأسدي المبدع من قبض على إبداعه كالجمرة في يده. هو أحد هؤلاء الذي جاء اليوم والذي يكرمون فيه على تلك الصلابة وذلك الثبات. عدن المضاع، طيور السماء، كانت تلك المجموعات المتألقة والنجمات المضيئة في وسط عناوين أدب التعبئة والزيف. وقدر لي أن أكتب في إحدى جرائد النظام عام 1989 دراسة عن طيور السماء، وكانت دراسة وقتها يتيمة كقصة طيور السماء وسط ضجيج الحرب. عندما فوجئت بقراءتها وسط ذلك الكم الهائل من الإنتاج الحربي الذي أفرزته مطابع الدولة إلى السوق وباعته في الجمعيات التعاونية ومراكز الشرطة، لم أكن في ذلك المقال مجاملا لفهد الذي لم أعرفه آنذاك، ثم أصبح فيما بعد صديقا لي ومحامي لي في قضايا شخصية كثيرة. فلم أتوقف في ذلك المقال عند حدود الفحص الأدبي والنقدي لما تضمنته تلك المجموعة من إنجازات وتطورات في مسيرة القصة العراقية، ولكني هتفت عاليا بهذا الصوت الشجاع الذي انتهك جدارة الرقابة وهزأ بتلك المغريات رغم صعوبة وظروف الحياة التي كان يعاني منها الأسد. لم أكن أقرأ مجموعة قصصية بل شعر وبطولة إناس المجهولين وجنوب ملتهب بالاحتجاج الكامل والصرخات يؤرخ لجنوبه الساخن والملتهب في ذاكرته دون أن يقع في فخ المباشرة أو يتورط في تقريرية مترهلة كانت يستلزمها هذا النمط من الحكايات والوقائع المنسية التي توهج على مواقد الذاكرة ومررها بمهارة وشجاعة من الرقيب. وفي هذه اللحظة عندما نقرر الاحتفاء تكريما لبيض الوجوه والإبداع لا بد أن يكون فهد الأسدي حاضرا في مقدمة هذه الوجوه الذي تناوب في حياته الإبداعية على إيقاعين من البوح الجارح لسلطة الثقافة الفاشية والصمت الأكثر بلاغة من هذا البوح، ليحضر اليوم بيننا رغم سوء حالته الصحية التي لعنها أمام حدث